هلو، يلا بينا نعمل لحمه بالبصل المكرمل. سهله وسريعه وطعمها بجد وهمي. انا كنت من اول مره اجربها وكانت طعمها فعلا حكايه. في حله هنحط سمنه وفصين من المستكه وهنسلق اللحمه بتاعتنا. اول حاجه قبل ما نحطها في ميه وكده هنبدا نديها صدمه ونشوحها في السمنه والمستكه اللي احنا حطيناهم بالشكل ده. بعد ما خدوا لون من ناحيه هنقلبهم، طبعا مستويتش خالص بس هي مجرد لون بس من بره. خدت لون من ناحيه هنقلب ونحط من الناحيه التانية على طول عشان برضو كله ياخد لون بالطريقه دي. وبعد ما اتاكدت انه كله خد اللون اللي من بره ده زي الفل، هبدا بقى انزل بجزره او جزرتين وطماطمايه وبصله وفصين توم ونحطهم عليهم، وكمان ورق لورا فريش، يستحسن يكون فريش، وحبهان وفلفل اسود. الملح ما بيتحطش دلوقتي تماما. تمام. بعد كده هنغطي بقى كل الكلام ده ميه سخنه، وتبقى ميه سخنه وبتغلي. حلو بس زي الفل كده، ونغطي ونسيبها تستوي 3/4 سوا بالشكل ده. بعد ما استوت بالشكل ده انا كده تمام قوي. في حله تانية او في طاسه تانية كبيره هنحط سمنه وننزل بقى بحبه بصل حلوين كتير على قد ما بتحب البصل حط. تمام. هنعمل ايه في البصل ده؟ هنكرمله، فهنحط عليه معلقه او معلقتين من السكر ونبدا نقلب بقى لحد ما البصل يبدا يدبل خالص ويبدا ياخد لون بالشكل ده. طبعا البصل الكرمل السكر الكرمل فادى لون للبصله زي ما انتوا شايفين كده. عندنا صوص الديمي جلاس بتاع كنور باودر كده بيبقى تحفه جدا جدا جدا. هحط باكت منه وهقلب مع البصل بيدي بقى لون وطعم حكايه بجد. تمام. الملح بتاعنا والفلفل الاسود، وكمان هنحط رشه بسيطه جدا من القرفه ونقلب كويس قوي كده. البصل بتاعنا اتكرمل وبقى زي الفل. ممكن نحط بهارات 7 او ممكن نحط خلطة البهارات اللي هي 11 بهار بتاع كنور، اي حاجة اللي انتوا عندكم او اللي انتوا عايزينه. ونقلب وكده البصل بقى جاهز معانا. هنبدأ بقى ناخد اللحمة بتاعتنا اللي اتسلقت ونحطها في البصل بتاعنا بطريقة سهلة جدا وسريعة جدا ومفيهاش اي مشاكل خالص. شايفين؟ بعد ما حطيت اللحمة بتاعتنا كلها هنبدأ بقى نقلب بقى البصل مع اللحمة بكله. بجد حكاية. الحتة بقى وقتها كنت عايزة اكلها وهي نية من كتر حلاوتها. بعد كده هبدأ بقى اخد من الشوربة اللي احنا عملناها. هصفيها طبعا الاول عشان الطماطم والجزر والبصل وكل الكلام ده، هصفيها بالشكل ده. وبعد كده هغطي بقى كله بالشوربة وهقفل واسيبها بقى تستوي على نار هادية براحتها خالص لحد ما اللحمة تستوي وده يبقى شكلها. بجد كان شكلها وهمي. قدمتها بقى مع رز بالخلطة، كان شكله كان طعمه برضو حكاية. هنزلكوا الفيديو بتاعه. وبدأت بقى احط اللحمة بتاعتنا الدايبة، كانت دايبة بشكل رهيب، واخد طبعا مع البصل والكراميل كل الكلام ده كانت وهمية. حطيت بقى اللحمة بتاعتنا كلها بالشكل ده، وكمان زينتها بشوية بقى بقدونس عشان بس يكسر اللون. شايفين الحلاوة بجد كانت حكاية. انا اصلا ما بحبش اللحمة قوي بس بجد الطريقة دي جبارة فعلا فظيعة. من كتر ما هي كانت دايبة مكنتش عارفة بجيبها بالشوكة. بصوا اللحمة دايبة ازاي، فظيعة بجد. هستناكم تجربوها وتقولي رأيكم. باي باي.